زوجات النبي صلى الله عليه وآله منهن الصالحات ومنهن الطالحات، فهل نختصر الطالحات بعائشة وحفصة؟ لا، يعني أنت أخرج فقط خديجة عليها السلام وأم سلمة عليها السلام وماريا عليها السلام على القول بأن النبي صلى الله عليه وآله يعني كانت فتاته أو أمته ثم تزوجها، على هذا القول يعني. فالبقية يعني لا يخلين من مذمة. بعضهن يعني كعائشة وحفصة وصلنا إلى مرحلة الكفر والعداء والتظاهر على رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل في ذلك قرآن. وبعضهن لا، يعني كانت المعاصي أو الآثام التي ارتكبنها أقل من ذلك. لكن عموما هذا الثابت، يعني عندنا هذا الثابت عندنا أنهن هؤلاء الثلاث عليهن السلام هن الصالحات، البقية لا، يعني على الأقل محل إشكال وتحفظ. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم